ازاي احفظ كلمات الانجليزي لو انا ما كنتش بحفظ من الاول؟ لو انت ثانويه عامه يبقى الفيديو ده ليك. بعد ما نزلنا فيديو قطعه الانجليزي في ناس كتير جدا سالتني انا ما كنتش بحفظ كلمات من اول السنه، هل دلوقتي اقدر احفظهم؟ اه تقدر. دلوقتي الكتب بتنزل الملخصات بتاعت الكلمات، انت هتحفظ الملخصات ديت. يعني بدل ما كان في الوحده حوالي 1000 كلمه هيبقى 200 كلمه بس، دول حرفيا لازم تحفظهم كويس قوي. زي كتاب الزتونه والكتب ديت، لو انت برضو مش معاك الكتاب ممكن انزل على الجروب بتاعنا الملخص بتاع الكلمات ديت، ولو عايزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طب ازاي احفظ؟ بص، انت دلوقتي هتجيب الكلمات ديت، هم حوالي 200 كلمه هتقراهم. ممكن كلمات كتير جدا تكون انت عارفها لان ديت بيبقى معظمها كلمات سهله وانت قريتها قبل كده، حتى مش شرط تكون حفظتها. هتطلع الكلمات اللي انت حافظها ديت ومش هتحفظها لان انت كده كده عارفهم. تشوف الكلمات اللي انت مش عارفهم، قول بقى 150 كلمه. 150 كلمه دول هتكتبهم اكنهم في صف كده، او مثلا في نفس المكان في الكتاب. هتكتبهم مره جنبهم وانت باصص، بص على الكلمه واكتبها. بعديها هتكتبها مره وانت مش باصص، هتكون مداري الحاجات الكلام، هتكون مداري الكلمات وتكتبها. وهيبقى طبيعي ان انت في كلمات مش هتعرف تكتبها، هتكتب كلمات قول مثلا كتبت نصهم والنص التاني ما عرفتهمش. اللي انت ما عرفتوش تروح تحفظه تاني، وهكذا هتعيد نفس المره وهتكتب الكلمات كلها مش اللي انت حفظته بس. وهكذا يبقى انت كده حفظت مثلا يونت او يونتين. ممكن تطبق النقطه ديت على يونتين في اليوم. ولو انت طبقت النظام ده 6 ايام ورا بعض ومش هياخد وقت منك في اليوم لان هو حاجات بسيطه والكلمات بس حفظ وانت هتكتبهم يعتبر. ولو طبقتها كذا يوم هتخلص منهج الانجليزي كله في 6 ايام. ولو انت خلصت منهج الانجليزي كلمات يبقى انت كده هتخلص 80% من الانجليزي تقريبا.